مرحبا يا متابعينا الأعزاء. اليوم موضوعنا عن زلزال. ما هو الزلزال؟ الزلازل هي كارثة طبيعية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم. تعرف على أسباب الزلازل وأنواعها وأقواها على مدار التاريخ. يتأثر سطح الأرض بالكثير من الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تحدث في أي وقت، ومن بين تلك الظواهر المعروفة الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة. ما هو أسباب الزلزال؟ هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الزلازل والإصابة بالاضطرابات في طبقات الأرض، وهي انتقال الرسوبيات على مساحة كبيرة من الأرض بكمية كبيرة، وحدوث ثقل على تلك المساحة، وهذا يتسبب في الاختلال بطبقات الأرض وتحرك طبقات القشرة الأرضية، ومن ثم تحدث الزلازل. ارتفاع درجة الحرارة في باطن الأرض يتسبب في انصهار المكونات الصخرية، وبالتالي التآكل في الطبقات الصخرية، وتقوم بالتحرك بشكل تلقائي ثم يحدث الزلزال. من أهم أسباب الزلازل أيضاً الانفجارات البركانية التي تؤثر سلبياً على طبقات الأرض، وبالتالي حدوث الاهتزازات. أنواع الزلزال. يتم تقسيم الزلازل بالاعتماد على عمق البؤرة، وتنقسم أنواع الزلازل إلى كل من زلازل تنشأ على عمق 7 مترا وتسمى بالزلازل الضحلة، زلازل تنشأ على عمق يتراوح بين 300 و 700 متر وتسمى بالزلازل المتوسطة، زلازل تنشأ على عمق يزيد على 700 متر وتسمى بالزلازل العميقة. إضرار الزلزال. تدمير المباني، تخريب المنشآت، موجات مرتفعة كارثية مثل موجات تسونامي، اقتلاع الأشجار، تعطيل شبكة المواصلات، تدمير المدن والقرى، نضوب الينابيع. ما هي الدولة الأكثر زلازل في العالم؟ تعد دولة تشيلي هي أكثر الدول التي يحدث بها زلازل في العالم، حيث يحدث فيها ما يقرب من 1000 زلزال سنوياً، حيث تصيب البلاد الكثير من الزلازل والفيضانات التي تتسبب في مقتل الكثير من الناس، وتؤدي بالضرورة إلى الدمار. ومن الجدير بالذكر أن مساحة تشيلي تبلغ 756,626 كيلومتر مربع، كما تقع دولة تشيلي على طول حزام من الزلازل، وبالتالي فهي أكثر عرضة للزلازل والأمواج المرتفعة العاتية. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم.